السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم فطوري. اللي كنفطر به اغلبيه كنفطر بهذا البول كيك، ولا المهم كيكه في الزلافه. غادي تشوفوا معايا اللي كيوجد في الساعه، يعني ما غاديش نتعبوا. ولا الصبح كنفيق وكان في ساعه كنحضروا 10 دقائق كيطيب وصافي. من بعد كنفطر كناخذه مع قهوه ولا على حسب. بالنسبه لطريقه التحضير، خديت بيضة واحدة وكيس ديال الفانيلا ونصف ملعقة ديال خميرة الحلويات. طبعا كلشي غادي نحركوه، وغادي نضيفو عليه 4 ديال الملاعق ديال الشوفان، يعني ما يعادل 40 غرام. هنايا وريتكم على حسب الملعقة كتوزن ديال الشوفان 10 غرامات، يعني 4 ديال الملعقات كتعادل 40 غرام. من بعد غادي نزيدو عليها 2 ملاعق ديال الكومبوت اللي راني كنت شاركته معكم في الفيديو اللي فات. اللي ما شافتوش ومهتمه تقدر تمشي تشوفو. تعويض هذا الكومبوت ب2 معالق كبار ديال بنانه مهروسه مزيان. الفران راني مسخنته على 200 درجه على الوضعيه ديال الفرفاره من التحت ومن الفوق. صافي غادي ندخلوها على الفران وغادي نريقلوه على 10 دقائق. صافي كتكون واجده. صافي هنايا خليتها 10 دقائق حتى ل 11 دقيقه حيت تلاهيت شويه. صافي هذا مكان غادي نحاول بشويه وهي ساخنه، يعني غادي ناكلوها سخونه بشويه بالموس، ونحاول نبقى نقلعها بشويه بشويه حتى تتقلع لي كامله. شوفوا تقدروا تدهنوا غير بالزيت، ماشي ضروري الزبده، يعني باش نقدر انا مره كندهنها بالزيت مره بالزبده، لانه فطوري كما قلت لكم معتمده على هذا الفطور كيجيني ساهل وفي نفس الوقت يعني صحي. من بعد خديت الشوكولا اللي هي 85% كاكاو. داك الشيء كيبقى على حسب الرغبه، استعملوا اي شوكولا كتحبوا، يعني واش 100% كاكاو او المهم داك الشيء كيبقى اختياركم نتوما. وصافي زوقوها كما بغيتو. طبعا هاد البول كيك كتزوق كان كيوضعوا جانبها شويه للفواكه، كيزوقوها مزيان. لكن انا غادي نكتفي بهذا الفطور. كنشوفوا انه يعني فطور متكامل صحي، ما احتاجتش انني نزيد نزوقه اكثر ولا يعني نزوقه امام الكاميرا. فهذا يعني فطوري اللي كناكلو، يعني انا تقريبا دائما، يعني بيني وبين راسي حبيت انني نشاركه معكم لانه كيجي بصراحه لذيذ بزاف وكيعطي واحد الطاقه. فكنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وما تنساوش تكتبوا لي لتحت في التعاليق، يعني تعاليقكم كتفرحني بزاف بزاف. يعني ما تبخلوش عليا بتعاليقكم الزوينه. كنشكركم على المشاهده وبالسلامه عليكم.